ده اللي كان الكتبه المصريين فيه، اللي كانوا قاعدين فيه. والكتبه المصريين زي ما هنعرف بعد شويه كانوا بيديروا اللغات الاجنبيه وبالاخص اللغه الاكاديه والخط المسماري لانها كانت لغه المراسلات الدوليه. ثانيا تحت شويه بنلاقي هنا قريب البير عنخ. والبير عنخ هي الجامعه بيت الحياه، والجامعه في مصر القديمه كانوا بيسموها ايه؟ بير عنخ، لان كان بيتعلم فيها كل العلوم، بيتعلم فيها طب وهندسه وفلك وسحر ورؤى وكل وتفسير الاحلام، كل حاجه كان بيتعلمها فين؟ في البير عنخ. فحقيقه المكان ده كان مكان مميز جدا، هو مكان بتاع شاطئين بير عنخ وجاسنا، كان مميز جدا. هو بيقع من ناحيه بين بيت الكتبه ومن ناحيه ثانيه عند او فوق البير عنخ، قريب من البير عنخ اللي هو الايه؟ اللي هو الجامعه. في الحقيقه لما اتباعت اول مثال عملنا لما اتباعت في الاقصر بدات تاخد طريقها المتاحف العالم. طبعا تجار كتير اشتروها ومتاحف كتير اشتريتها، بس بنلاقي ان متحف برلين الفورد الاسياتيشن ميوزيتسو برلين خد اكبر كميه منه، في تقريبا حوالي 202 او 203 لوحه بلس فراجمنت، مجموعه من الكسر ما اعرفش عددها كام. العدد كامل بتاع لوحات العمارنه بعد اللي اكتشفوا بتري وصل 382 لوحه. 382 لوحه مقسمه ما هو احنا 100. بعد كده المتحف البريطاني خد الجزء الثاني الاكبر فيه 96 لوحه، وعلى فكره ميرسر نشر كل اللوحات اللي موجوده في المتحف البريطاني. وبعدين طبعا يدوم المتحف المصري في القاهره. كان عدد اللوحات اللي فيه 52 لوحه، كانوا موجودين لغايه قريب 52 لوحه، زائد عدد من الكسر من اللوحات ما نعرفش عددها كام، بس دلوقتي تقلص العدد في المتحف المصري ل 49 لوحه. طب الثلاث لوحات راحوا فين؟ لا اتسرقوا. دول راحوا طبعا خدوهم عشان يتعرضوا في المتحف الرئاسي او متحف العاصمه الاداريه. يبقى احنا عندنا هنا المتحف المصري كان 52، تقلص العدد بقى كام؟ بقى 49 عشان في ثلاثه هيتعرضوا في متحف العاصمه. وحقيقه السنه يعني تقريبا من كام شهر انا كنت اخذت مشروع تبع الاي ار سي الامريكان ريسيرش سنتر ان انا اعيد نشر اللوحات دي اللي موجوده في المتحف المصري واعمل لها نيو ديسبلاي بطريقه عرض جديده. للاسف عرضهم في المتحف المصري على الرغم من اهميته معروض بشكل سيء جدا، والتراب مليون فعايزين يتنظفوا، وللاسف كلهم مكونين في اللاتينه كده بالقرب من المجموعه اللي هي موجوده عند مجموعه العلامه وتخنته. فبعد كده بنلاقي متحف الاشمونيوم. متحف الاشمونيوم فيه 23 لوحه، يليهم متحف اللوفر فيه 7 لوحات، وبعدين بعد كده عندنا متحف العاصمه الاداريه الجديد فيه 3، خلاص فيه 3 لوحات. وبعد كده عندنا متحف بوشكين للفنون الجميله في موسكو فيه 3 لوحات، وبعد كده عندنا متحف المتروبوليتان فيه لوحتين، وبعدين متحف جامعه شيكاغو فيه لوحه واحده، متحف جامعه شيكاغو، وبعدين عندنا متحف بروكسل للفنون الجميله في بلجيكا فيه لوحه واحده. يبقى ده العدد زائد طبعا مجموعه كسر. العدد كله زي ما احنا قلنا وزي ما الدكتور احمد بيسال 382 لوحه. يبقى احنا عندنا اكبر عدد موجود في متحف برلين واقل عدد موجود في متحف جامعه شيكاغو وبروكسل، متحف بروكسل للفنون الجميله في بلجيكا. طبعا لو انا جيت بصيت للغه اللي اتكتب بها السنه، احنا في مصر القديمه كنا بنكتب طبعا اللغه المصريه القديمه بنكتب ب4 خطوط، الهيروغليفي والهيروغليفي والقبطي والمنطقي. بنكتب مواد الكتابه عندنا اختلفت جدا كتير. يعني كنا بنكتب الاول طبعا على البردي، لما البردي خلص بدا الناس يدوروا طبعا على حاجه رخيصه شويه، يدوروا على كسر الفخار، الناس كتبت على الخشب، كتبوا حاجات كتير، كتبوا على الكتان، لكن ماده الطين كماده كتابه ما كانتش شائعه في مصر القديمه. يعني كماده ما كناش بنستخدمها في مصر القديمه لكتابه خطوط اللغه المصريه القديمه او كتابه النصوص المصريه القديمه باي خط من خطوطها. لوحات العمارنه كان مكتوبه في الاساس بالخط المسماري، بالخط المسماري خلاص كده على لوحات من الطين، ودي كان ماده الكتابه شائعه في البلاد الغربيه.